حبايبنا عاملين ايه؟ اتمنى تكون بخير وبصحه وبسلام. انا عبد مسعد ودي ماده الدراسات الاجتماعيه. ان شاء الله النهارده طالعين معاك في درس ناس كتير بتستصعبه وهو درس الاقاليم المناخيه. طيب مستر ايه الاقاليم المناخيه دي؟ اهدى كده وخد نفس، وعايز ورقه وقلم، مذكراتنا جنبك، يلا بينا هندون بعض المعلومات المهمه ونتعلم ازاي نفصص الدرس ده. الدرس ده هجيب منه اسئله برضو في المسابقه بتاعه الجروب بتاعنا. ايه المسابقه دي يا مستر؟ مسابقه عليها فلوس، اسئله بتاخد فلوس قصادها. طيب الجروب اسمه ايه؟ اسمه الاداره مستر عبد مسعد في التاريخ والجغرافيا. توكل على الله، يلا بينا معانا. درس الاقاليم المناخيه من اسمه عايزين نعرف يعني ايه اقاليم مناخيه اصلا يا مستر. يعني ايه اقاليم مناخيه؟ فتعالى كتاب المدرسه قال لك جمله جميله جدا، قال لك دي مناطق متصله او منفصله من سطح الارض تتشابه في خصائصها المناخيه. يعني ايه؟ العلماء لما اجتمعوا قال لك احنا عايزين نشوف الارض بتاعتنا دي كده مناخها عامل ازاي. فالعلماء اجتمعوا لقوا ان منطقه هنا كده مناخها معين، ومنطقه هنا مناخها مختلف عن دي، ولقوا منطقه هنا مناخها زي دي، ولقوا منطقة هنا برضو مناخها زي اللي هناك. بقى دي شبه دي ودي شبه دي. فقال لك احنا مش هينفع نمسك كل منطقة وكل بلد وكل دولة ندرس مناخها. اللي جنب بعض نقول عليهم اقليم مناخي. جميل يا مستر. فعشان كده قال لك هي مناطق متصلة أو منفصلة زي دول كده من سطح الأرض تتشابه في خصائصها المناخية. إيه الخصائص المناخية؟ بتتشابه في إيه؟ الاتنين عندهم حرارة واحدة، الاتنين عندهم رياح واحدة، والاتنين عندهم أمطار واحدة. أنا بكلمك على إيه؟ بكلمك على المنطقتين اللي هم بصوا عليهم. جميل أوي. فكده ده تعريف الإقليم المناخي. يبقى تاني هو مناطق متصلة أو منفصلة من سطح الأرض تتشابه في الخصائص المناخية، حرارة ورياح ومعها كمان أمطار. جميل أوي. طيب يا مستر، هما العلماء لما قسموا الأرض لأقاليم مناخية قسموها ليه؟ أو قسموها حسب إيه؟ قال لك قسمناها حسب نوع المناخ السائد اللي موجود. حلو. ليه؟ بما تفسر. قال لك لتسهيل دراسة المناخ في سطح الأرض، عشان يبقى دراسة المناخ في سطح الأرض سهل ومبسط، ما يبقاش تفاصيله كتيرة. طيب وعملوا أسس تقسيم المناخ. قال لك تشابه درجات الحرارة وتشابه كمية الأمطار. يبقى الأسس بتاعة المناخ أسس تقسيم سطح الأرض، درجة حرارة وكمية أمطار. جميل أوي يا مستر. طيب الأقاليم المناخية دي بتنقسم لإيه؟ عندي أقاليم حارة وهناخدها دلوقتي. الأقاليم الحارة فيها كذا إقليم، وأقاليم معتدلة دفيئة برضو فيها أقاليم تانية، وأقاليم معتدلة باردة برضو هندرسها بالتفصيل، وأقاليم باردة. طيب مستر صلي بينا على النبي كده وتعالى نمسك واحدة واحدة الدنيا ونشوف بتمشي ازاي. بص يا حبيب قلبي، الخريطة دي بيجي عليها أسئلة. بيجي عليها أسئلة. طب أعرفها ازاي بقى مستر؟ بص يا حبيبي، عشان هيجي عليها سؤال وهتلاقيه في الواجب. بص معانا، كل ده في النص دي دائرة صفر. خلاص كده وطلعت 30 وكده نزلت 30. فهنا دي دائرة عرض 30 شمالا، وهنا دائرة عرض 30 جنوبا، بمعنى الأقاليم الحارة كلها هنا في الجزئية دي. خلاص. طيب بص بقى، فوق وتحت تندرة، فوق وتحت تندرة. خلاص اطلع فوق شوية معتدلة باردة، معتدلة دفيئة. طب ليه يا مستر سميناهم كده؟ المعتدلة الباردة قريبة من الأقاليم الباردة فسميتها معتدلة باردة. المعتدلة الدفيئة قريبة من الحارة فسميتها معتدلة ايه؟ دفيئة. وكذلك نفس الحوار فوق. ايه ده مستر؟ يعني ايه نفس الحوار فوق؟ بص يا معلم، الكرة الأرضية، فين القلم؟ الكرة الأرضية هي عبارة عن نصف شمالي ونصف جنوبي، شمالي وجنوبي. الاتنين وجهان لعملة واحدة. الاتنين وجهان لعملة واحدة، يعني اللي هنا موجود زيه هنا،
اللي في الشمال موجود زيه في الجنوب، اللي في الجنوب موجود زيه في الشمال. زي ما خدت بالك هنا لما قلت لك فوق وتحت تندرة، هنا باردة هنا باردة، دفيئة دفيئة، وهكذا. خلاص، طب يلا بينا نمسك أول أقاليم معانا. أنا مش هخش مش هخش بغشومية عليك وأقول لك يلا بينا المناخ الاستوائي، لا 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 لا، تعالى نمسك من السهل للصعب. عايز يا مستر؟ تعالى حبيب قلبي نمسك الأقاليم الباردة اللي هي إيه؟ التندرة. تعالي يا تندرة، تعالي يا تندرة، تعالي يا بيضة، تعالي. أيوه هي دي التندرة يا ولا مالك راح فين؟ بص معانا، أول حاجة همسك الموقع وانزل احدده معاك على الخريطة. خلاص، وبعد كده اكلمك على الخصائص المناخية بتاعته. جميل جميل. بص بقى معانا، قاعدة ثابتة في الاقليم ده، التندرة ده بيقول لك بين دائرة عرض 60 ل 90 شمالا وجنوبا، يعني فوق وتحت في الكرة الأرضية. جميل قوي. عايز ايه يعني يا مستر؟ بص 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 بص، في أطراف العالم. اكتب عندها في أطراف العالم. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه؟ بص يا معلم اهو. فين يا ابن القلم؟ يا تندرة يا تندرة، ادي التندرة. جميل، وادي التندرة. بس كده يا مستر؟ بس كده. شفت اطراف العالم؟ اكتب عليها فوق، لو ما كتبتش هزعلك. انا هكتب اهو بنفسي اهو يا عم، اهو اطراف. بص القلم عايز يزودنا القلم، حابب يبوظ علينا الحصة ويضيع وقتنا. اطراف العالم. حلو حلو. طب الخصائص المناخية بتاعته، قال لك صيف قصير شتاء طويل. بغنيها لثالثه اعدادي على فكره، الحوار ده انا موجود في نفس ثالثه اعدادي برضه. بغنيها لهم ازاي؟ بقول له ايه؟ صيف قصير شتاء طويل كتاف عريضه شخصيته بارده، عشان تفتكرها. التندرة صيف قصير شتاء طويل كتاف عريضه شخصيته بارده. اوكي. طيب الامطار قال لك قليله في الصيف، طبيعي. والثلوج بتنزل في الشتاء، طبيعي. راجل طبيعي، امطاره في الصيف قليله وفي الشتاء بتسقط الثلوج. يبقى الخصائص المناخيه بتاعته ايه؟ صيف قصير شتاء طويل كتاف عريضه شخصيته بارده. ايوه كده يا حبيب قلبي، اتدلع كده الدرس. انا عارف ان هو صعب، انا هسهله لك. بص بقى يا معلم، اقليم الجبلي الراجل قالها لك بالفم المليان، وقال لك يشغل قمم الجبال والمنحدرات. يعني اي حته فيها جبل. بص بقى يا معلم، في اسيا انت اخدت الترم الاول، ركز لي ان هنا في جبال عند اسيا، جبال اسمها الهيمالايا. يا مستر صح، انت عندك حق. وجبال اللي بتفصل بين اوروبا واسيا جبال الاورال. وعندي هنا في امريكا، في شبه الجزيره عندي جبال تروس وزاجروس. حلو قوي يا مستر. طيب هنا في اوروبا عندي جبال الألب. طب وفي افريقيا جبال اطلس، وهنا كينيا. طب حلو قوي. في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، بص امريكا الجنوبيه فيها جبال الانديز. لما تطلع ثالثه عليها اغني لك اغنيه حلوه قوي بتاعت الهضاب بتاعت التضاريس. امريكا الجنوبيه فيها جبال الانديز، هضبه جينا. مش هقول لك بقى ايه لما نطلع ثالثه عليها ان شاء الله. هنا جبال الانديز، وكذلك برضو امريكا الشماليه فيها برضو جبل. يبقى انت لازم تبقى عارف مكانه فين. اي حته فيها جبل يجي يقول لك الحته دي مثلا وانت عارف انها في جبل، يبقى ده اقليم ايه؟ اقليم جبلي. طب حلو قوي يا مستر، تعال نشوف ايه الخصائص المناخيه. اي جبل اي منطقه جبليه لما بنطلع فوق، لما قلت لك كلما صعدنا 150 متر، فاكر اول درس جغرافيا، او كلما صعدنا 150 متر الى اعلى تقل درجه الحراره 1 مئويا. يبقى شديد البروده طوال العام، تغطي الجليد قمم الجبال. الحوار عايز حد رايق وفاهم. اتعامل مع الدرس ان انت راجل رايق نزيه ورايق. اتعامل مع الدرس كده هتلاقيه الدنيا اتظبطت. حلو قوي كده، اخدنا الاقليم، اول اقليمين معانا. تعالى بقى ناخد الاقليم الاستوائي. انا ماشي معاك من الاصعب للاسهل. بص يا حبيب قلبي، عندي الاقليم الاستوائي ده تبع الاقاليم المناخيه الحاره. خلاص. طيب الاقليم الاستوائي قال لك ده يا معلم من دائره عرض 10 شمالا و10 جنوبا. يعني ايه يا مستر؟ تعال نخش الخصائص المناخيه وبعد كده نشوفه موجود فين على الخريطه. حراره ورطوبه مرتفعه طوال العام، امطار غزيره طوال العام،
من النوع التصاعدي. ليه؟ بما تفسر. قول له بسبب وقوعه عند الدائرة الاستوائية، عشان كده أمطاره غزيرة. طب ما النتائج على وقوع الإقليم الاستوائي عند دائرة الاستواء أمطار غزيرة طوال العام. ماشي؟ طيب تعالى بقى نشوف هو موجود فين. بص يا حبيب قلبي، حط ايدك على دائرة الاستواء، الخريطة اهي. حط ايدك على خط الاستواء ومشي. الإقليم الاستوائي من اسمه استوائي، فموجود عند خط الاستواء. ايه ده مستر؟ يعني خط الاستواء موجود عنده الإقليم الاستوائي؟ بص الحته دي بيمر بيها خط الاستواء، بص الحته دي بيمر بيها خط الاستواء، الحته الخضراء دي بص الحته دي بيمر بيها خط الاستواء، فعشان كده عندها الاقليم الاستوائي. حلو قوي مستر، خلصناه والله بجد، والله عظيم. تعالى عندي الاقليم المداري. قال لك الاقليم المداري ده موجود من دائرة عرض 10 ل 18 شمالا وجنوبا. مستر عليا احفظها؟ لا، الارقام مش حفظ. حلو، بس انا بعرفها لك عشان نطلع نحددوها دلوقتي. الخصائص: حرارة مرتفعة طوال العام، والامطار تسقط صيفا. المداري ده كنت بقول للعيال حبايبي، اقول لهم المداري ده اقليم السافانا مجنون، اكتب عليه مجنون. ايه الجيم دي يا مستر؟ مجنون. ليه مجنون؟ انت متعود ان في امطار في الشتاء، هو عنده الامطار بتسقط في الصيف وتقل كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء. دائرة الاستواء اهي، اول لما اطلع لفوق اول لما انزل لتحت الامطار بتقل. طالما ببعد عن دائرة الاستواء يبقى الامطار بتقل. حلو قوي ركز معايا. تعال نشوف الاقليم المداري ده، شوف الاستوائي فين وحط ايدك عليه. تاني يا مستر معلش، الاقليم الاستوائي اهو. الاقليم المداري تعالى نمشي خطوه. الاستواء اهو، الاستوائي. بص كنت بغنيها لهم كده والله العظيم، عامل لهم كورس خرايط ثالثه اعدادي الترم الاول تحفه. كنت بقول لهم ايه؟ الاستوائي فوق وتحت المداري. خلي بالك في حته هنا حمرا كده هنحتاجوها، فشخبط لي عليها اهي يا عم. الاستوائي فوق وتحت المداري. الاستوائي فوق وتحت المداري. ده في امريكا الجنوبيه. طب الاستوائي فوق اهو وتحت المداري. وجزيره مدغشقر دي مقسومه نصين، واحد مداري وواحد موسمي، مش عايزه دلوقتي شخبط عليه كخ. والاقليم المداري عند قاره استراليا هنا اهو، محصور في النص يا عيني كده اهو. جميل. يبقى كده خلصنا المداري وخلصنا الاستوائي وخلصنا الجبلي. يلا بينا مستر، تعال نشوف الاقليم الموسمي. قال لك الاقليم الموسمي ده خصائصه المناخيه حراره ورطوبه وامطار صيفا وبارد شتاء. بجد والله، تهب الرياح الموسميه الشتويه والصيفيه. تاني يا مستر، الرياح الموسميه بتهب شتاء وصيف. تاني، الرياح الموسميه بتيجي في الشتاء وكمان بلس زائد الصيف. مكانه فين؟ تعالى حبيب قلبي، الاقليم الموسمي. بص يا حبيبي، الاقليم الموسمي صغنون خالص، صغنون. بص يا معلم، هنا اهو. بس خلصت يا معلم. طب حلو قوي. تعال نشوف الاقليم الصحراوي. بعد كده الاقاليم المعتدله الدفيئه، ثلاث يعني اقاليم صغنونه خالص وده، وبعد كده الاقاليم البارده خلصناها خلاص. يبقى فاضل لنا 2، ناخد الصحراوي وبعد كده نقفل الجزء بتاعنا النهارده. حلو كده. تعالى يا معلم، الاقليم الصحراوي قال لي ده موجود في دائره عرض 18 و30 شمالا وجنوبا. الخصائص: حراره مرتفعه جدا صيفا وخاصه في النهار. طب شديد البروده في الشتاء خاصه في الليل. مستر الكلام ده عندنا، خلي بالك يا حبيب قلبي، ما هو كلام معقول. انا بتبقى الدنيا حر امتى؟ في الصيف. حلو، خاصة في النهار. طب بالليل الدنيا ساقعة، بس خلاص شديد البرودة ليلا يا باشا، خلصت.
موجود في غرب معظم القارات. خلي بالك عشان احنا بنحدد عليه. الامطار نادره وتكاد تنعدم، مفيش امطار خالص. المدى الحراري واليومي والسنوي كبير. ايه ده مستر؟ هناخده الحصه الجايه. مستر هناخده الحصه الجايه بقى. خلاص تعالى نحدد الصحراوي وبعد كده ناخد الجزء الثاني الايه؟ الاقليمي الزفت اللي قلت لك عليه ده، اللي هو المدى نسيتني يخرب بيتك. الاقليم الصحراوي اي حته فيها صحراء. انت عارف ان افريقيا مصر فيها صحراء؟ كل افريقيا نصها فيها صحراء، وشبه جزيره العربيه فيها صحراء، واخر افريقيا فيها صحراء، جنوب افريقيا. طب امريكتين، امريكا الشماليه تحت هنا في صحراء، وهنا كده عند امريكا الجنوبيه صغنونه خالص. استراليا كلها صحراء، كلها صحراء، كلها صحراوي بقى يا غبي. حلو قوي كده، حلو قوي كده. كده خلصنا الجزء الاول. مش عايز تقل عليك، ذاكر وفصصه واعمله زي ما قلت لك. توكل على الله، شوف وشك على خير. اخوك وحبيبك عبد الموسى.